عدم حضور السعودية والإمارات لقمة شرم الشيخ امبارح لوقف الحرب في غزة، مع إن الموضوع ده يهم كل الدول العربية والإسلامية. يعني الموضوع ده المفروض إن هو قريب ويهم أكتر الإمارات والسعودية، ولا مثلا دولة زي باكستان وإندونيسيا. الموضوع الناس كلها النهاردة بتتكلم على إنه منافسة على زعامة المنطقة. مين كبير الدول العربية، ومين زعيم المنطقة، ومين اللي من خلاله هيتم وقف الحرب. مصر عندها خلفية تاريخية، وعندها إرث حضاري، وعندها موارد بشرية، وعندها موقع استراتيجي، وعندها جيش قوي، وعندها إرادة سياسية وإدارة سياسية عاوزة البلد دي تتقدم وترجع تاني لدورها اللي هي تستحقه. حضرتك لو عندك الباكج ده كدول عربية ودول خليجية تقدر تكون زعيم. ولو إن أنا شايف إن عند المصلحة المفروض نتفق. انا كنت كل ما حد بيتكلم على الامارات وعلى السعوديه نقول اشقائنا وبيساعدونا وبنساعدهم ووقفنا جنبهم كتير زمان، وهم وقفوا جنبنا كتير. بس خلاص جه الوقت اللي لازم نتكلم فيه، ان الحقيقه بقت واضحه جدا. الامارات بتساعد قوات التدخل السريع في السودان بقياده حميدتي، والامارات والسعوديه بيستثمروا في سد النهضه. كفاكم تمويلات في الجماعات الارهابيه ولعب من تحت الترابيزه. حضرتك النهارده قعدت تمول سوريا 13 سنة 14 سنة. النهارده سوريا مفيش سوريا. حضرتك مخططك وخطتك فاشلة.